توكل على الله واسمعها من بخر الله. السلام عليكم ورحمة الله. صحيح الشيطان بيغوي البني آدم، ولكن عمره ما يجبرك على اتخاذ القرار الغلط، لأن في النهاية القرار لك أنت، يا توافق يا ترفض، وهذا طبعا على حسب إيمانك. الجميع اللي بيقعدوا ساعتين ثلاثة على القهوة وبيقعدوا ساعتين ثلاثة على الفيسبوك، لو أنت عطيت لربنا من الست ساعات اللي أنت بتهدرهن من يومك في الهوا، لو عطيت لربنا ساعة طول اليوم بس تقرأ فيها، تستغفر فيها، تصلي فيها، تطلب منه، كان هيهدي حياتك ويخليها 100 إنما أنت للأسف قاعد تلعب في ضمن وسمع الأذان ولا عندك فكرة، ولا كأنك أصلا مصدق كلمة. إحنا تمنا للأسف قلوبنا تم نسود لبعضنا. يا جميع اللي ما بيصليش، طول ما أنت بعيد عن ربنا هتبقى في توتر وأعصابك مشدودة ومش هتاخد قرار صح، وهتبقى محلك سر. أقرب لربنا رهبات هيعدل لك حياتك وهينظم لك عيالك، وحتى وانت بتصلي لو قبلك اي ظرف ربنا يفتح لك الباب الاخر، لاني انت جيته بادر وتعالى لربنا بدري. سلام.